لا بحب الدكاترة ولا تعاطي العلاجات، مفيش حاجة طبيعية أعملها تعالج الخشونة ويا ريت تقلل تقدمها وترجعني أمارس الحياة بشكل طبيعي. ده سؤال بنسمعه كتير، والنهاردة هنحاول بإذن الله نجاوب عليه. ودي حلقتنا رقم 4 من سلسلة خشونة الركبتين. أنا دكتور أحمد فكيه، وانت بتسمع برنامج كلام في العظم. الحركة شفاء. حركة ايه يا دكتور؟ انا بقول لك عندي خشونة ومش قادر اتحرك. بالرغم من وجود الخشونة الا ان ممارسة الرياضة بانتظام بشرط انها تكون غير مجهدة للمفصل، واللي بنقول عليها low impact activities، زي المشي، السباحة، ركوب العجل، بيقوي العضلات المحيطة بالمفصل وبيحسن مرونة المفصل وبيقلل الألم. ودي نصايح عامة أي حد فينا يقدر يعملها. ولو أنا كمريض محتاجة خطة مفصلة لحالتي، ممكن أحد دكاترة العلاج الطبيعي يساعدني في وضعها. مفيش شك طبعا أن التحكم في الوزن والأكل الصحي عوامل أساسية في الوقاية من حدوث الخشونة، بل وتقليل تقدمها، وكذلك تقليل الألم وتحسين الحالة المزاجية للمريض. ممكن أستعمل كذلك الكمادات الدافية والباردة، كلاهما علاج للخشونة. اتلخبطنا دافية ولا باردة؟ في ناس بتتحسن على دي وناس بتتحسن على الأخرى، لكن كقاعدة عامة لو عندي التهاب في مفصل وألم شديد وحط إيدي على المفصل ألاقيه سخن، أستعمل كمادات باردة كمسكن للألم ومضاد للالتهاب. لكن لو عندي تيبس في المفصل وهبدأ أمارس الرياضة، يفضل أعمل كمادات دافية ألين بها المفصل، لا سيما قبل التمرين، وخلي الكمادات الباردة بعد التمرين لمدة تصل لنص ساعة. الكمادات الدافية زي قربة المية الدافية أو فوطة دافية أو زجاجة بها مية دافية. الكمادات الباردة زي القربة الجاهزة أو شراب أملاه حتى رز وأحطه في الفريزر وأطلعه وأحطه على الركبة وقت الحاجة، أو فوطة مبللة بمية باردة. وتجنب وضع التلج في مكان ثابت لفترات طويلة، التلج بيحرق زيه زي النار بالظبط. العلاج الطبيعي ولا شك بيحسن ليونة المفصل وبيقوي العضلات وبيحسن الوظيفة بشكل عام. بعض الأعشاب كذلك زي الكركمين والجنزبيل لها خصائص مضادة للالتهاب، ومن ثم استعمالها بيقلل الألم، عشان كده يفضل استعمالها في الطعام. ولكن الأعشاب دي لا تتعدى كونها غذاء صحي، وده لا يعني أبدا إن احنا نصبح سلعة للنصابين وأصحاب النفوس المريضة وننفق الأموال على شراء مواد غير مرخصة عبر إعلانات رخيصة. أما في حالات الخشونة المتقدمة فاستعمال بعض الدعامات أو عكاز أو مشاية بيدعم الركبتين وبيقلل التحميل على المفصل ويقي المريض الحقيقة خطر السقوط أو الكسور. رغم إن العلاجات الطبيعية اللي قلناها بتريح ناس كتير، لكن ممكن ما تفتش البعض. عشان كده دايما استشر طبيبك قبل تناول أي أدوية أو أعشاب لربما لا تناسب حالتك الصحية. دمتم في عافية من الله وفضل، وكلامنا كله كان كلام في العظم.